حسام حسن يرفض الاستعجال في عودة عمرو زكي. كويس، ده خبر هتعرف انت تشرحه لنا بقى. يعني هو طبعا عمرو، ان فينا برضه ناس طلعت تتكلم يا كابتن في الاعلام ان عمرو طلع من التمرين مصاب او اتصاب في يعني لا، هي قصه عمرو اصلا معمول له علاج برنامج مع الجهاز الطبي، وكان بيشتغل في الجيم، يعني بيخش الجيم يعمل علاج طبيعي ويجري شويه حول الملعب ويطلع. فاحنا مش عايزين نستعجل عليه عشان خاطر الماتشات اللي جايه صعبه. عمرو عنده جزع في الرباط الخارجي للركبه، والدكتور الحمد لله طمنا وشغال على برنامج علاجي، فهو كان عايز يعني بيحاول يستعجل عشان يخش، فطبعا احنا يخش يلعب الماتش بتاع اللي جاي ده، وكان بيحاول برضه اللي هو ماتش طلائع الجيش. وكان بيحاول يخش ماتش الشرطه، فهو قلبه ما شاء الله جميل جدا ومتحمس وعايز يبقى موجود مع الفرقه باي طريقه، لانه عنده طموح عايز يعمل حاجه مع نادي الزمالك السنه دي. فاحنا طبعا في اللي جاي اصعب وماتشات تقيله جايه، فلما نصبر عليه شويه نعدي مثلا الماتش دوت، ان شاء الله الماتش اللي بعديه يبقى كويس ويبقى موجود. فعشان كده حسام مش عايز يستعجل. عمرو عارف متفاهم الموضوع، يعني متفاهم. هو يعني هو هل عمرو حاسس ان هو جاهز والكابتن حسام قال له استنى شويه؟ لا هو عارف ان هو لسه حاسس لسه في برضه بعض الوجع الخفيف. هو فين العضله الخلفيه ولا فين؟ لا حضرتك في الرباط الخارجي للركبه. الرباط الخارجي للركبه. جزع في الرباط الخارجي. جزع في الرباط الخارجي للركبه. الحمد لله. يعني ده مهم ان هو يستنى. فهو عمرو محتاج تعرف حضرتك الفنت الداخلي والخارجي لازم يبقى زي الحديد. بس فعشان كده حسام مش عايز يستعجل عليه، واحنا فاهمين هو عمرو متفاهم الموضوع وعامل له برنامج. انما هو ما تتصابش تاني، لان هم كانوا كاتبين في الجرايد الفتره اللي فاتت او في بعض البرامج قالوا ان نزل عمرو واتصاب، فطبعا دي ما حصلش. يعني ما حصلش. وانت قاعد بتتناول الاخبار والى اخره، تتمنى تقول ايه للصحافه بشكل عام اللي بتتناول اخبار ناديك نادي الزمالك؟ يعني اتمنى ان الناس تعرف ان نادي الزمالك يعني لازم الناس كلها زي ما حصل اي، مش الزمالك، كل الانديه الكبيره الشعبيه المفروض الناس تقف جنبيها، ما يتبرس المشاكل هي طبعا المشاكل غصب عن نادي الزمالك بتطلع، وللاسف يعني يعني كل يوم بيحصل حاجه، كل المواقف بتحصل كتير، بس اتمنى ان لما تيجي تتناول مشكله او موضوع بالنسبه لنادي الزمالك يبقى فيه هدوء. دي مش لازم الدنيا تولع او الدنيا تقوم على اساس ان في خبر بسيط، وما تكتبش خبر الا لما يكون بتسال واحد مسؤول. يعني مثلا انا مسؤول على الكوره، تسالني انا قبل ما نكتب، وموبايلك طول الوقت بترد على الناس كلها. حضرتك انا في بعد التمرين او في اثناء التمرين مجموعه صحفيين هم عارفين موجودين في النادي، فاي حاجه بتحصل حتى لو حضرتك بتلاحظ اي خبر بينزل على المواقع بطريقه سريعه جدا. بالظبط. فاتمنى اللي عايز يسال في حاجه يبقى موجود في النادي او يتصل او موجود، يبقى متواجد في التمرين على طول، بحيث ان ما يحصلش مشكله. يعني حصلت مواقف كتيره والحمد لله حليناها. نادي الزمالك محتاج ان الناس كلها تساعد ان يقوم نادي الزمالك تاني. لو الناس هيبقى في مثلا مكان نادي واحد ما فيش منافسه، مش هيبقى فيه كوره. حضرتك شوف الدوري كان بيتباع السنين اللي فاتت بكام؟ دلوقتي السنه اللي فاتت بكام؟ السنه دي مليون بقى ب 8.5 و9. السنه دي بيقولوا وصل 150 مليون وحاجات كده. كله على بعضه. نتكلم على القناه الواحده. يعني لا انا بتكلم عامه. وصل الرقم ده مع التلفزيون مع كذا وصل. فاذا طول ما في منافسه، في كوره، في ماتشات او نتائج الناس مش عارفاها هتبقى ايه، هتلاقي في اعلانات، في قنوات تلفزيون كتير بتشتغل، في ناس كتير هتستفاد. حتى اللي ماشي في الراجل اللي بيشتغل غلبان اللي في الشارع هيستفاد. انما طول ما انت هيبقى في نادي واحد بس او في ناديين هتبقى الموضوع صعب جدا، مش هتلاقي كوره ومش هتلاقي منتخب مصر. فاتمنى ان شاء الله الناس، لان القلم ده خطير جدا يا كابتن، والتلفزيون الشاشه دي خطيره جدا لو طلعت معلومه غلط الدنيا كلها بتقوم ما بتقعدش. يعني فاتمنى ان شاء الله يبقى في ضمير من الناس كلها، والناس اللي عايزه توصل بسرعه مع بعض. في حضرتك طبعا عارف بعض الاعلاميين بتحاول بيعمل اثاره عشان حتى لو وصل على حساب ان هو الناس تكرهه، بس اهم حاجه ان هو يقول لك انا بولع البرامج، بولع جورنال معين. طبعا حضرتك احنا اتناقشنا في الموضوع دوت. نعم. ومعروفين يعني مين او معروف مين. تمام. يعني كنت عايز اسالك سؤال اخير، بتلقى عون من المستشار جلال ابراهيم والمجلس؟ طبعا. يعني كويس ان حضرتك برضه سالت السؤال دوت. المستشار جلال ابراهيم بصراحه من ساعه ما مسك اهم النادي والظروف اللي هو اتحط فيها، الراجل بيتعامل معانا طبعا باحترام جدا، بيحاول ان هو
ما يتدخلش في اي مشكله الا عن طريق، يعني هو همزه الوصل بيني وبين بالنسبه للكوره انا والمستشار جلال ابراهيم على طول على اتصال بيه دائم، بحيث اي موقف مشكله حصلت اي حاجه بحيث ما حدش يخش فيها طرف تاني او ثالث ولا تبتدي الموضوع يوسع. فاي حاجه تخص الكوره هو سايب الموضوع كله بالنسبه لنا حسام. فدي بتدي استقرار. انما حضرتك لو اي طرف بقى وعضو ثاني وثالث في مجلس الاداره بتخش، ودي الحاجه اللي لازم تحسب للمستشار جلال ابراهيم، ان دي محافظ على استقرار الفرقه، بيحاول ان هو الاولويه للفريق الكوره يخلص كل الالتزامات المطلوبه للعيبه ومستحقات اللعيبه بقدر الامكان. فدي يعني دي حاجه كويسه جدا. رغم ان برضه قبل كده قبل الاستاذ ممدوح عباس برضه تدخل اي حد من المجلس ما كانش موجود، كان في بس يبقى همزه وصل مثلا بعض الناس المعينين، كان في كابتن ابراهيم يوسف، كان في حازم امام، كان في الاستاذ عمرو الجنايني، فبرضه بهدوء وباحترام. يعني حتى انا اللي بشاركهم بصفه مدير كوره، بشاركهم في حاجات معينه لو عايز اخلص في مشكله للعيب، انما ما كانش في حد بيتدخل بصوره ممكن تعطل او تعمل مشكله للجهاز يعني. فدي اشاده لازم الواحد يتكلم فيها، والله يكون في عونه الفتره الجايه. وكنت في عندي اقتراح يعني، اتفضل. من ضمن الحاجات اللي انا بفكر فيها لصالح نادي الزمالك، عشان المشكله او الازمه اللي موجوده بالنسبه للحته الماديه دي هي طبعا ليها حسابات ثانيه، يعني حته تمويل، حته الناس بتحب نادي الزمالك، سواء رجال اعمال سواء الشخص العادي، حتى الجمهور العادي اللي بيحب نادي الزمالك. انا شايف لو قلنا مثلا نعمل مش تبرع، مش عيب، اصل مش تبرع نادي الزمالك ما فيش حدش ولا الانديه، حتى لو في سميها مشاركه حضرتك في كل الانديه، حتى يعني بعض كل الانديه محتاجه وفي بتمر بازمات ماليه كلها حتى يعني اقوى الانديه في مصر يعني. فايه المشكله لما نحاول نشوف اقتراح ممكن الناس اللي رجال اعمال، الناس اللي بتحب نادي الزمالك، يبقى فيه حساب معين لنادي الزمالك. حضرتك لو كل واحد حط مثلا 100 جنيه، تخيل مليون، شوف من ضمن مليون 2 مليون من جمهور الزمالك، لو كل واحد حط 100 جنيه مثلا في حساب نادي الزمالك، هي طبعا بيقول لك ليها حسابات ومشاكل معقده بالنسبه لا التضامن اللي هو الشؤون الاجتماعيه والكلام ده كله ليها نظام، بس نظام مقبول. فايه المشكله لما يتعمل حساب لنادي الزمالك في بنك معين، ولو اتحط 100 جنيه او اللي معاه فلوس، اللي معهوش يحط جنيه، اللي معاه 10 جنيه، الناس اللي ما شاء الله ربنا كرمها وبتحب نادي الزمالك ومبالغ قويه، هتلم مش ملايين، هتلم مليارات. طبعا. فدي كفيله انها تتحط بحساب نادي الزمالك، وعن طريقها كل سنه، بدل ما كل عمالين الازمه الماليه والقصه ديت، هيبقى تدعيم الصفقات، كل حاجه تخص النادي الزمالك. عايز ال100 دول يبقوا كل سنه؟ لا ده حضرتك لو اتلموا، لو تقعد مره واحده وخلاص. حضرتك اضرب مثلا 100 جنيه في 2 مليون، 2 مليون مثلا، ده بتتكلم في 2 مليون في 100 ب 200 مليون. يعني في حاجات 2 مليون في 100 جنيه بكام؟ مش عارف، انا مش قادر احسبها كويس قوي. 2 مليون 100 مره، 2 مليون اخش 2 مليار. 2 مليار. حضرتك تخيل انت لما نادي الزمالك يبقى فيه 2 مليار محطوطين في بنك، الفوائد بتاعته بتقدر خلاص بقى، ده يصرف على البلد كلها. بسيطه مش محتاج ان انا المبنى الاجتماعي هعمله ازاي، واللي مش عارف هعمل ازاي، واللعيب ده دعم الصفقات ازاي. مش عيب والله فكره عبقريه. انا عن نفسي انا عندي استعداد. راجل موجود في نادي الزمالك وجهاز نادي الزمالك، عندنا استعداد احنا نبدا انا وحسام والجهاز اللي معانا ان نحط في الحساب دوت نتبرع بجزء من هو يعلن رقم حساب سميه محب الزمالك بس، يعني ولا هتضر، مش هتضر محب الزمالك، هو عنوانه كده. تمام. يعني حساب محب الزمالك. ليه لا؟ يعني وحساب محب الاسماعيلي، ليه لا؟ تمام. وحساب محب الاهلي، ليه لا؟ صح. على فكره انت بتتكلم بمنتهى الرقي والشياكه، ما يطلعش حد يقعد يقول لك واحنا بنتساول ايه؟ وبعدين ده انا بحبك وعايز اكبرك. ومش هحمل كمان الدوله اي عبء كمان، يعني اتحاد الكوره طبعا في حاجات بالنسبه للاعلانات، او اتحاد الكوره هو المسؤول عن المبالغ المعينه والاذاعه والتلفزيون. دي حاجه دخل تاني يعني. بالنسبه لدخل تاني، ده دخل تاني. انما انا بتكلم على الحاجه الثابته تبقى. وخلي بالك انت اديتني، انا لو انا زملكاوي اديتني فرصه ان انا ابقى شيرنج معاك في نجاح. صح. ليه لا؟ هو طبعا اكيد. وبعد كده تتعمل بقى اللي هي كنادي مساهم او شركه مساهمه، ده موضوع تاني. ده موضوع انما تاني. لو بدانا في دي مش هنحتاج محب الزمالك. تمام. هو يتسمى كده. وعلى فكره دي فكره عبقريه.
سيبك من المترهلين يقعد لك حساب 19 ايه والكلام العبيط ده. لا لا، احنا بنتكلم بشياكه ورقي البشر ومن غير تريقه يا كابتن. لا لا لا، وانا عايز اقول لك نادي الزمالك لما طلع المستشار جلال ابراهيم قال يا جماعه لو في ناس اللي بتحب نادي الزمالك او جماهير الزمالك محب الزمالك، فطلعوا قال لك بيتسول في لا لا لا، ده المترهلين اللي بيقولوا هذا الكلام. المترهلين اللي لا، هو ده مش واقع. هو اللي بيتكلم بينقد ده لو هو معاه فلوس هيدفعها، ولا هو بينقد وهو قاعد على الكرسي او ماسك قلم في ده. طبعا ما سمعتش حد، بس هم بيقولوا لي في الايربيس. فلا بالعكس. وعلى فكره ودي تعمم على كل الانديه. والحضرتك اللي يتحكم في الحساب بتاع ما هو نادي الزمالك ليه حساب اوريدي، له حساب هيبقى تحت اشراف مش في ميزانيه اجتماعيه وكذا، ليها نظام. مش نادي الزمالك في مثلا كل الانديه ليها ميزانيه. ليها ميزانيه وما يقدرش يصرف مليم الا من خلال ميزانيه، ومن خلال رئيس النادي هو اللي بيمضي على الشيكات. طبعا. فحضرتك لو اتحطت المبالغ دي وطلعت الفوائد بتاعتها هيفضل المبلغ زي ما هو موجود. مظبوط. لما تخيل حضرتك لما قلنا بس الرقم ده البسيط اللي هو 100 جنيه في 2 مليون بس هيعمل مثلا 2 مليار. 2 مليار حسب الحسابات طبعا، حسب الحسبه اللي جات لي 2 مليار الفوائد بتاعتها بتاع كل شهر كام. ما فيش لعيب مستحقات تتاخر. ما فيش حتى المباني اللي جوه النادي الزمالك هتلاقي الحاجات كلها مش محتاجين حتى ان يبقى في اقساط. وبعدين الحجز على مكان عطاء يا كابتن. يعني النهارده انت بتتكلم في 100 جنيه كلام يعني. انا بالنسبه لي والجهاز اللي معايا انا عندي استعداد ان احنا نبدا اول ناس. تمام. بواحد ب 1000 من كل واحد ب 10 افراد. نتبرع من المرتب من المرتب بتاعك. طلع كل واحد 1000 جنيه ب 10 افراد وتبدا. بس مش عايزين يبقى في اعاقه، يبقى الدوله تساعد الناس. تساعد مش بفلوس. بتتكلم على الروتينيات. والله فكره عبقريه. انت قلت دلوقتي فكره، على فكره دي فكره عبقريه وانا بعممها. يبقى في حاجه اسمها محبي الزمالك، محبي الاهلي، محبي الاسماعيلي، محبي الاتحاد السكندري، محبي المصري، اللي هي الانديه الشعبيه الكبيره اللي محتاجه محبينها. لانه في الاول وفي الاخر ما حدش زي ما حك جلدك مثل ظفرك، ودول محبينك. وفكره راقيه. وبالعكس عايز اقول لك حاجه، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول إن يعني بما معناه، انا مش فاكر الحديث مش حافظه، ان اللي بياخد مني هو اللي بيتفضل عليا. اللي بياخد مني هو اللي بيتفضل عليا. يعني انت عشان تقبل تاخد مني، ده انت اللي بتتفضل عليا. يعني الزمالك عشان يوافق على ان يبقى فيه جمعيه محبي الزمالك، ده الزمالك متفضل على محبيه بان هم بيساهموا بحبهم فيه. تمام. ده فكره يبقى حاجه محبه، يعني حاجه والله فكره عبقريه. اتمنى يكون في مسؤولين موجودين سامعيننا، وبكره احنا هنعيد الساعه 2 الظهر باذن الله عشان حلقاتك الحلوه دي. ربنا يخليك. وعلى فكره ده تبقى محبين من كل انحاء العالم، مش بس من مصر. ما انت عندك زملكاويه في الامارات وفي البحرين وفي قطر وفي ايطاليا وفي امريكا. مش مصريين بس حضرتك. هتلاقي يعني في دول الخليج بتلاقي في ناس بتحب الزمالك، في ناس بتحب الاهلي، ناس يعني غير مصريين. طبعا محبينك بيساهموا بمحبتهم، ومحبتهم قيمه ماديه. اي واحد يتكلم كده ده مترهل ومتخلف. صح يا كابتن. انا بقولها لك، وانا اقسم بالله انا ما اعرف حد علق على الكلام ده او لا، اقسم بالله، لكن انا بقولها لان بيقولوا لي، في ناس بيقولوا، فانا من غير ما اعرف مين دول انا بقول ده مترهل ومتخلف وما عندوش اي تطور في افكار. هو في ناس بتحب تعطل المراكب السائله. اقسم بالله انا ما اعرف مين قال، اقسم بالله كمان مره. كابتن ربيع حسن، شرفتني ونورتني وسعيد بلقائك والله. ربنا يخليك كابتن، متشكر. ده انا اللي سعيد، واول مره طبعا اجي مع حضرتك واتكلمنا في حاجات جميله. اتمنى بس الجمهور يكون بمختلف انتماءاته، يعني ان يكون اتبسط، ما كانش زهقان ولا حاجه. انا شخصيا ما شعرتش معاك بالوقت. احنا ما شاء الله داخلين دلوقتي في 4 ساعات وربع يعني. ما شاء الله. ضربنا الرقم كده. ضربنا الرقم قياسي. متشكر ليك يا كابتن، ومتشكر للقناه، واتمنى لك التوفيق باذن الله. ربنا يخليك، واتمنى لك كل توفيق. ربنا يخليك. شكرا جزيلا.